نبتدي بقرعة كأس العالم للأندية، ونبتدي بالحاجة اللي تخصنا بما إننا يعني مصريين وعرب. نشوف بقى مين اللي وقع معاه الأهلي. الأهلي المصري وقع مع إنتر ميامي في أول مباراة، وبعد كده بورتو، وبعد كده بالميراس. طبعا جماهير الأهلي فرحانة. معرفش فرحانين ليه بجد، يعني المجموعة مش سهلة. هما طبعا بعدوا عن الصعب قوي، ولكن انت ما تستقلش بإنتر ميامي وما تستقلش ببورتو. بورتو فرقه تقيله، ولا بالميراس ده تصنيف اول، تمام. فما تستقلش ولا فرقه من دول. الفرق كلها قويه بمعنى كلمه قويه. طبعا الاهلي وقع في مجموعه هنقول متوسطه بالنسبه للتقال التانيين، بالنسبه لمثلا ريال مدريد، السيتي، باريس، واتلتيكو. لا، بعد شويه عن الخطوره، ولكن اوعى تستهين ابدا، بالذات في اول مباراه انتر ميامي. يا ريت تقدر تلعب قدام انتر ميامي وتاخد منها نقطة على الأقل، يا ريت. ولو خدت التلاتة هتبقى 10/10، ولكن أول مباراة هتحدد حاجات كتير قوي. بعد كده هتلعب بورتو وبالميراس. طبعا أنا مش هقول لك على خطورة المجموعة والناس فرحانة قد إيه إنهم وقعوا مع المجموعة دي، ولكن أنا بقول لك مجموعة صعبة بالسهلة أبدا. تعال نشوف بقى بقية المجموعة. المجموعة الأولى بتضم بالميراس وبورتو والأهلي وإنتر ميامي زي ما قلنا في اول الفيديو. المجموعه الثانيه بقى وانا بشوفها من المجموعات القويه، باريس سان جيرمان واتلتيكو. اعتقد ان هم هيصعدوا من المجموعه دي، يعني مفيش حد تاني يصعد منها. لو هنقول اللي يصعدوا من المجموعه الاولى، لا مش هقدر اتكلم عن المجموعه الاولى، لكن المجموعه الثانيه باريس سان جيرمان واتلتيكو. المجموعه الثالثه بقى ضرب نار، باير وبنفيكا وبوكا جونيور. هقدر اقول لك 2 من الثلاثه دول هيصعدوا، من باير وبنفيكا وبوكا جونيور، تمام. عندك المجموعه الرابعه فلامينجو والترجي وتشيلسي وليون، بس مش ليون الفرنسي. برضو 3 من الاولانيين هم اللي صعدوا، فلامينجو والترجي وتشيلسي، مع ان ما تستهونش برضو بالرابعه، بس واحد يعني 2 من ال3 دول اللي هيصعدوا. واعتقد الفلامينجو وتشيلسي هتبقى اول مجموعه. المجموعه الرابعه ريفر بليت والانتر. المجموعه قصدي الخامسه، اعتقد ان هم اللي هيصعدوا برضو من المجموعه دي. مفيش حد تاني قوي فيها يعني. اوراوا يعني ممكن يعمل حاجه اوراوا، ولكن هي ريفر بليت وانتر هياخدها اول. اما المجموعه السادسه بقى بروسيا وسان داونز، يعني فلومينسي واونسان. اعتقد كده ممكن نقول بروسيا. سان داونز مش هيبقى سهل ابدا، خصوصا ان يعني البطوله بعد 6 شهور. الانديه دي كلها لو ما دعمتش صح خلال الفتره اللي جايه، فتره الانتقالات الشتويه، تنسى انها تكمل، بالذات اولسان يعني، تمام. اما المجموعه بقى القويه جدا، انا بقول قويه ليه؟ لاني قويه وصعبه في نفس الوقت. على مين؟ على الوداد، السيتي والوداد والعين واليوفنتوس. الناس طبعا مستهونه بالعين، والاهلاويه كانوا عايزين العين معاهم. اقسم بالله العين هتقل تقيل غبي، ولو ما جابتش صفقات واتكلت على اللي معاها خلال الفتره اللي جايه، تنسى انها تعمل حاجه مع مجموعه صعبه زي دي مجموعه داهيه. الوداد هيلاعب السيتي والعين ويوفنتوس. كارثه طبعا، كارثه ما بعدها كارثه. نيجي بقى لاخر مجموعه، والحظ السيء للهلال بيوقعوا مع ريال مدريد. الريال هيلاعب الهلال وسالزبورج، وضيف عليهم بقى باتشوكا. مجموعه سهله للريال؟ لا، انا بشوف ان مفيش مجموعه في كل المجموعات دي سهله. مجموعات كلها متوازنه ما عدا المجموعه بتاعت السيتي يوفنتوس عين وداد، مجموعه صعبه جدا. والمجموعه الثالثه بايرن وبوكا جونيور وبنفيكا، برضو مجموعه بالسهله. تتوقع كده بقى مين اللي يصعد من كل مجموعه من المجموعات دي، وتتوقع الاهلي هيكسب مين في ال3 فرق اللي معاه؟